كانت بتركب الطياره وتنط في الميه بباراشوت وحاجات وبتاع، وعملت مغامرات كتير جدا ومحدش برضو كان بيشوفها. فيأست من حياتها، فقررت انها تطلع وتعمل فيديوهات إيحائية وفيديوهات طبعا يعني زي ما تفهم بقى انت ودماغك. هي الست بتتكلم زي ما انت فاهم كده، وانت لو دماغك شمال فانت بقى واحد شمال، لو دماغك يمين فانت واحد يمين. يعني انا ما بعملش حاجة وحشة، ست بتتكلم بكل ادب واحترام. تمام. الفيديوهات بتاعتها دي طبعا كان في برنامج اسمه ضرب نار على قناة القاهرة والناس، كانت بتطلع زي ما انتم شايفين كده وبتعمل الفيديوهات دي. المهم انها اتقبض عليها، اتقبض عليها من كام يوم، مش بسبب الفيديوهات، لا حاشا لله. ما شفتش حتى محامي اتقدم ببلاغ ضدها ان دي بتحرض على الفسق والفجور وبتهدم القيم الاسريه والمبادئ الاسريه والحاجات دي، لا خالص. ست بتتكلم كلام زي الفل، اعلاميه مشهوره ومعروفه، ما بتعملش حاجه غلط. لكن البنات الوحشه اللي على التيك توك زي كده وكده وكده لا بيعملوا، فلازم يتحبسوا. اوكي، كلام جميل. اتقبض عليها بقى بحيازه مخدر اسمه GHB ومخدر تاني اسمه ليريكا، وكان معاها في الوقت ده واحد اجنبي في الشقه بتاعتها، اتظبط معاهم 180 لتر من العبوه دي، يعني ما يقارب كده 145 مليون جنيه زي ما انت سمعت كده بالظبط. اللي عدى حماده واللي جاي حماده تاني خالص بقى. بيعمل ايه بقى المخدر ده يا معلم؟ المخدر ده بيساعد على البنات. ازاي؟ بكل سلاسه وبمزاجها، اللي هو يعني انت بتبقى حاسه بيك، شايفاك، سامعاك، كل حاجه، بس مفيش مقاومه، لان انت بتحط لها الكميه من هنا خلاص راحت في خبر كان. بتبقى شايفه وكل حاجه بس مش قادره يعني تتحرك خالص، لانه طبعا بيساعد على همدان الجسم والتعرق والدوخان والغثيان، وبص فقدان في الوعي، وعندك فقدان في الذاكره، يعني هتقوم من النوم مش هتعرف انت عملت فيها ايه، حتى لو كده ما فيش حاجه خلاص انت عادي. اتقبض عليها معاها يعني الكميه ديت 180 لتر من العبوه دي. تخيل. طب الحاجات دي بتتوزع فين اصلا؟ الحاجات دي اكيد بتتوزع يا في نوادي، يا في جامعات، يا في حفلات، يا في كذا، يا في ديسكو، يا هنا، يا نايت كلاب، كل الحاجات دي. ما الصحاب يعني الصحاب بيلموا بعضيهم كده والصاحب ساحر. فامانه عليكي، امانه عليكي، وامانه عليك، خلي بالكم من نفسكم، الحاجات دي مش كويسه. الحاجات دي على فكره نزلت، على فكره خلاص نزلت في البلد هنا وموجوده في دول الخليج بطريقه رهيبه جدا. فالكلام للكل، كلام لكل العالم يعني. خلي بالكم على ابنائكم، لان ده مخدر صعب جدا. هو في ناس بتقول ان هو بيساعد على نمو العضلات، بس لا، ما تسمعش للكلام دوت، لان البتاع دوت حرفيا يعني كارثه، كارثه كبيره. ف ربنا يحفظنا ويحفظ بناتنا.